نشرة الأخبار من قناة كرري، أهلا بكم. الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال: الجيش السوداني يستخدم سلاح الغذاء ضد مواطني جبال النوبة. اليوم بعد غيابة طويلة بعد تفوض جوبا للسلام، اليوم اتغانا ومع السيد قمر عبد العزيز رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال والسيد الفريق كباشي عضو مجلس السيادة النائب القائد العام زهر جوبا أمس، ويطلع مع السيد رئيس الجمهورية وطلب إقامة من الرئيس بينه عبد العزيز وكلم السيد الرئيس شخصيا نحن لازم نسق اللقاء ويتغى الأخوان الاثنين فاكر في إطار حل سياسة المشاكل الموجود في السودان. أنا عبد العزيز واحد من الناس اللي بيلموا والاستقرار والأمن في السودان. نحن بدينا معه حوار ووصلنا للتفاهم، وكان يبدأ يتفاوض الحكومة السودان رفع شنو شور مع قيادة في خرطوم. عبد العزيز طلب لحن شور مع قيادة في مناطق التحرير فيه، لكن عسفنا لحن الحكومة خرطوم وكذا أصل تغييرات في الساحة السياسية في السودان. بدأ بحل الحكومة وإشال عبدوك من رئيس الوزراء، وبعدها تسلسل من السودان مع كل استقرار لحد ما قام الحرب في السودان وصل فراغ في نفس الظروف. نحن ما قدرنا نرجع للتفاوض بين الحركة الشعبية والحكومة السودان وكذا. الآن حكومة السودان الآن في حرب بدور في السودان في كل منطقة في السودان، ونحن ناقشنا كل ما يتم في السودان الآن، كل حل قضية للسودان، نحن كل قوة سياسية في السودان يتم حوار. السودان الآن داير حوار شامل لكل قوة سياسية، ونحن وصل للتفاهم للسودان جديد. الآن السودان الآن بقى ما في قرار، لكن الناس وصل لرؤية السودان الجديد لحل قضية سياسية في السودان. الحرب ما بحل القضية إلا بحوار، ونحن نناشد كل الأطراف ونحن نناشد كل قوة سياسية الموجود في السودان. نحن مراجعين منبر جدة ممكن حل المشكلة بين الجيش السوداني والحكومة السودان مع دعم السريع في منبر جدة. بعد يتم حل السياسي بين الحكومة السودان ومنبر جدة مع دعم السريع، بعدها حل يتم الملف السياسي الآخر القوى السياسية حركة شعبية مع حكومة السودان، يكون في رؤية واضحة لحل السودان الجديد بنصف جديد وباتفاق جديد بيشمل كل شعب السودان ويرضى كل الأطراف الموجود في السودان. نحن ناقشنا في منطقتين الحمل الإنساني الآن في منطقتين في النيل الأزرق وفي منطقة جبال النوبة، وأكد القيادة الاثنين التزام من كل طرف في منطقة بعمل إغاثي يوالي المسؤولية من اعتبار من اليوم. هناك كباشي في مناطق الحكومة يخلي الإغاثي يمر لمضطرين في منطقتين، ونفس ده قمر عبد العزيز ما عنده أي معنى أي حاجة عمل إنساني يتحقق لمواطن في جبال النوبة في النيل الأزرق في مناطق الحركة الشعبية موجودة فيه، يعمل الإغاثي يوصل للمواطنين عشان المواطن يكون عايش في استقرار في أمن، يوصل له الدواء والمياه الشيء يتعلق للمواطن في منطقتين. نأكد للشعب السوداني نحن جاهزين في دولة جنوب السودان تحت القيادة الرئيس الوكيل ميادين لكل ما يتم الاستقرار والأمن للمواطن في السودان. بحمنا سي رئيس الجمهورية الوكيل ميادين وجهنا الآن ننزل كل ما يمكن لوصول الاستقرار الأمني للمواطن في دولة السودان. نحن ما عندنا أي حاجة، نحن واقفين حايدين على السلام، دايرين استقرار، دايرين السلام في دولنا في السودان بدون نازل مع اي جهه. نحن دايرين كل الطرف يقعد في طالبين ناقش قضيته، وكل واحد طلع حقوقه بحوار بكل ما يتم في حوار في طالبين يجيب السلام والناس وصل لاتفاق.
شاكرين لكل الأقوال الاثنين، وشاكرين دولة السودان رئيس البرهان، وشاكرين حكومة السودان وكل مسألة في رئيس البرهان وكل الأقوال عشان نحن نقدر نجيب استقرار ولا أمن في دولة السودان. خلال أسبوع بيكون في جلسة مشترك بين الحركة الشعبية وبين الوفد والناس برأس السودان عشان نقنن الطريق اللي يقدر به العمل الإنغاثي من كل منطقتين، إذا كان بالطائرات أو بالبر أو عبر مناطق جنوب السودان أو الشمال. يتم اتفاق الطرف خلال أسبوع في جوبا، ونحن جاهزين الآن حسب توجيه الرئيس سلفا كير، جاهزين. الجوب مفتوح لكل أقوال، إذا كان حركة شعبية أو حكومة السودان عشان هي العمل الإنساني لمواطن في السودان. نحن أكثر ناس سعادة، نحن جاهزين ونحب قمنا عبد العزيز حلوة ده كله قوة سياسية يجي لجوبا يعمل معهم معارضة سياسية زي مع أخوان قاعدين يجي قابل عبد العزيز في جوبا، إذا كان من الخرطوم ولا خارج السودان مرات بيجي حزاب سياسية سودانية داخل عبد العزيز موجود في جوبا. نحن جاهزين نجهز أرضية لكل قوة سياسية يتقع مع عبد العزيز في كل موقع يناقش معه قضايا السلام، حل السلمي للسودان، حل السلمي لقضايا السودان، حل السلمي لأوضاع في السودان، والسودان يصبح السودان جديد. حسب رؤية بقدر أكون عبد العزيز فوق كده في التفاوض، لأن لازم يكون في السودان جديد بنظم جديد بفهم جديد. نحن إن شاء الله نحن جاهزين وكل شيء تقدمه ناس نحن دايرين نوقف حرب، نحن مع دعاة السلام. اليوم التقى السيد الرئيس الجمهورية سلفا كير مياديت بوفد حكومة السودان براسه سيد الفريق الأول شودين كباشي معه السيد الوزير الدفاع. وانتم عارفين نحن أيام الفات في اتفاق تم بين السيد الكباشي وعبد العزيز عبد المحيل والحركة الشعبية لعمل إنساني في مناطق مسؤولية الحركة الشعبية، منطقة جبال النوبة والنيل الأزرق. واتفقنا يكون في وفدتين نقدم ورق ونوقع على الاتفاق عشان الشريعة الأحياء يصير في هذه المناطق لحد الحرب الضارة في السودان ضرر للمواطنين. واجتمعنا بجلسات يومين المضى وناقشنا وعشان نظر وصول إلغاث المناطق، لكن في ترى في آراء بعد شوية. نحن في وسادة قرر نحن نرفع جلسات الإشارة الآخر لحد ما نتفق الاتصال بين الطرفين نوصل فيه لوفاق، بعدك نتصدى الوفد الحكومة مرة ثانية عشان نحن نوقع العمل الإنساني في منطقتين. ونحن نشكر الوفد الحكومة بقبوله دائما وتسهيله العمل الإنساني للمواطنين في السودان. أعتقد نحن نواصل لأن العمل الإنساني ضروري جدا، والاستقرار المواطن وصول إغاثة للمواطن ضروري. ونحن إن شاء الله نسعى جهدنا في دولة جنوب السودان من السيد الرئيس نحن نجيب الطرفين مرة ثانية، لازم نوقع لوصول إغاثة للمواطنين المعزل في الطرف والسودان في حي في زورة. قالت الأستاذة رانيا بابي كيروانزا سكرتير الإعلام بالحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال أن منطقة الريف الشرقي من إقليم جبال النوبة قد تأثرت بعدة عوامل أدت إلى نقص الغذاء في المنطقة، منها شح الأمطار خلال الموسم الماضي وآفة الجراد التي هاجمت المحاصيل في أثناء فترة الحصاد.
فضلا على أن المنطقة كانت محاصرة من قبل الجيش السوداني الذي اتخذ الغذاء كسلاح في مواجهة مواطني المنطقة. واستدرك توانزا أنه قد تم تحرير المنطقة فيما بعد. وزير الري والموارد المائية السوداني ينفي وجود مشاكل فنية في سد مروي. أصدرت وزارة الري والموارد المائية توضيحا صحفيا حول ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بوجود مشاكل فنية قد تلحق خطورة بجسم السد. الطيران الحربي يقصف المحطة التحويلية لكهرباء الفاشر والمدينة تغرق في الظلام التام. في الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أقدم طيران الجيش السوداني أمس الأول الاثنين على قصف المحطة التحويلية لكهرباء الفاشر، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وانقطاع تيار الكهرباء بالمدينة. المتابعين الكرام في كل مكان، اليوم الاثنين 20 مايو 2024 هذه هي المحطة التحويلية لكهرباء مدينة الفاشر، ودي واحدة من انتهاكات طيران فلول ميليشيا البرهان. قصف هذه المحطة يا اخواننا وحرك عدد من الوابورات اللي كان بتنور مدينة الفاشر، فدي واحدة من الانتهاكات يا اخواننا نشاهدها تماما عشان حتى المواطنين يشوفوا يعني التدمير الممنهج اللي بتقوم به هذه القوات. أيضا دي واحدة من قطع الغيار التابعة للمحطة التحويلية لكهرباء مدينة الفاشر. الناس تشاهد حجم الدمار اللي فعله طيران الفلول اليوم الاثنين 20 مايو 2024. دمر جزء كبير جدا من المحطة التحويلية لكهرباء مدينة الفاشر. دي أيضا واحدة من المخازن اللي كان فيها قطع غيار بالنسبة للوابورات اللي بتشغل كهرباء مدينة الفاشر. أيضا تم تدميرها اليوم الاثنين 20 مايو 2024 تم تدميرها بالكامل. فدي يا اخواننا كلها تدمير ممنهج لمقدرات الشعب السوداني اللي كان بينعم به شعبي ومواطني مدينة الفاشر. الآن خلاص يعني تم تدميرها بالكامل وما فيها ما فضل فيها.